أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بكرة أحلى. يلا بينا بسرعة ندخل على الحلقة. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن إننا إزاي نقدر نتخطى مشكلة الغضب، وإزاي نقدر نعيش حياتنا في هدوء. مفيش إنسان على وجه الأرض ما يعرفش الغضب، ومفيش إنسان ما تعرضش في يوم من الأيام لإحساس الغضب، حتى لو كان غضب بسيط. الغضب يا جماعة شيء طبيعي عند كل الناس، والشعور بالغضب أحيانا بيبقى شيء صحي ومفيد، بشرط إنه يكون وفق معايير وضوابط معينة، لأنه في الآخر هو عاطفة بشرية. ولو الإنسان ما قدرش يتحكم في نفسه وقت الغضب هيدمر حاجات كتير في حياته، وهيتعرض لمشاكل صحية كتير. في دراسة لجامعة ييل الأمريكية بتقول إن الإنسان سريع الغضب هو أكتر عرضة للسكتة القلبية وأمراض الضغط. وفي دراسة تانية لجامعة إيوا الأمريكية أكدت إن ربع عدد الأشخاص سريع الغضب معرضون لخطر الموت المبكر بنسبة أكبر من الأشخاص الآخرين. الغضب الشديد يا جماعة بيهدد حياتنا وصحتنا ومستقبلنا، وإحنا في الحلقة دي هنتكلم عن شوية نصايح هتساعدنا إننا إزاي نقدر نتماسك عند الغضب، وإزاي نقدر نتحكم في أعصابنا وقت الغضب. وأول نصيحة بنقدمها: فكر قبل ما تغضب. لما حد يأذيك، أو مثلا لما حد يضايقك ويحاول يستفزك، قبل ما تتعصب عليه أو تشتمه أو تتخانق معاه وتدخل في دوامة الغضب، حاول تسأل نفسك: هل لو أنت غضبت بسببه هتفضل موجة الغضب دي مستمرة معاك لمدة أسبوع؟ ما أعتقدش. كتير من الأمور لو فكرنا فيها قبل ما نتسرع كان ممكن نتجنبها تماما. لازم تعرف إن التغافل والتجاهل هي سمة من سمات الناجحين والمميزين. والنصيحة التانية: الراحة والاسترخاء. لما توصل لمرحلة الغضب الشديد حاول ترتاح وتهدى، وابدأ في الاستغفار. الاستغفار هيساعدك على الراحة والاسترخاء. حاول تاخد نفس عميق. التنفس العميق هيهدي ويقلل حدة الغضب بشكل كبير، وهيخرج السموم اللي جواك، وهيديك إحساس بالراحة والهدوء. حاول تهدي نفسك بنفسك من خلال التحدث مع النفس، ولو بكلمات بسيطة تساعد بيها نفسك على الهدوء، زي مثلا إنك تقول لنفسك استرخى واهدى، أو إنك تقول خد الموضوع ببساطة، مفيش حاجة مستاهلة. الراحة والاسترخاء هتساعدك على ارتخاء العضلات المتوترة بسبب شدة الغضب. وتالت نصيحة معانا: اتخلص من الغضب بالبكاء. لما تتعرض لإحساس الغضب حاول تقعد مع نفسك في مكان هادي، خلي دموعك تنزل، لأن البكاء هيساعدك ويخفف شعور الغضب اللي جواك. كتمان الغضب هيزود العصبية عندك، وهيبقى صعب إنك تسيطر على غضبك. واعرف كويس إن البكاء عمره ما كان عيب أو غلط. البكاء أحيانا بيبقى نعمة من عند ربنا، لأننا بنقدر من خلاله نفرغ الطاقة السلبية اللي جوانا. والنصيحة الرابعة: حل المشكلة سريعا. لما تحصل مشكلة بينك وبين أي حد وتسبب لك غضب، اوعى تتأخر عن حل المشكلة بسرعة. لازم تساوي الخلاف بينك وبينه بسرعة قبل ما تتطور المشكلة. لازم تعرف إن كل مشكلة ليها حل. حاول تدور على حل للمشكلة اللي حصلت وتركز عليه. لازم تواجه المشكلة وما تهربش منها، لأنك لما تواجه المشكلة هتزيد صلابة، ومع الوقت هتكتسب خبرة، وهتقدر بعد كده تواجه أي مشكلة. النصيحة الخامسة: سيطر على غضبك بالكتابة. في ناس ممكن تستغرب من تفريغ الانفعال بالكتابة في ورقة، وبتعتبر الموضوع غريب أو غير تقليدي، لكن في الحقيقة الطريقة دي فعالة جدا وبتحقق نتائج كويسة. عشان كده
لما تزعل وتتضايق وتوصل لإحساس الغضب، حاول تفضي غضبك بالكتابة. اكتب كل اللي بيدور في ذهنك وكل الأحداث اللي زعلتك في ورقة، وبعدها هتحس بتحسن كبير. وسادس نصيحة، غير مكانك. في أماكن أو أشخاص ممكن يثيروا انفعالك أو غضبك، حاول تبعد عنهم أو تغير المكان اللي بيجمعك بيهم. ففكرة إنك تبعد وتغير المكان اللي بيجمعك مع الأشخاص اللي وصلتك لمرحلة الغضب هتخليك هادي جدا وهتحقق لك نتائج كويسة. النصيحة السابعة، غير وضعيتك. لو وصلت لمرحلة الغضب وكنت واقف، فمن الأفضل إنك تقعد، لأن الوقوف هيخليك متحفز وهيزود انفعالك، وممكن الخلاف يتطور بشكل كبير. ولو رجعت بذاكرتك لورا وحاولت تسترجع المواقف اللي كنت غضبان فيها وكنت وقتها واقف، هتفتكر إن المواقف دي كانت أشرس وأعنف المواقف، ويمكن تكون المواقف دي اتطورت للاشتباك بالإيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الشريف: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده لازم تغير وضعيتك عند الغضب. وتامن وآخر نصيحة، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما توصل لمرحلة الغضب أو حتى لو غضبت وصرت، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين ابدأ في العد من 1 ل10 في سرك. التكنيك ده هيقلل بركان غضبك وثورتك، وهيقلل رد فعلك. وفي النهاية ربنا يبعد عنكم الهم والغم، ويكتب لكم السعادة الدائمة، ويجعلكم دايما من القازمين الغيظ والعافين عن الناس. وبس كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. لو الحلقة عجبتكم، ياريت لو لسه ما اشتركتوش في القناة تشتركوا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتكتبوا كومنت عشان نجيلكم تاني بحلقة جديدة. مع السلامة، ونشوفكم على خير.